الراوي قصص وحكايات من الموروث الثقافي العالمي، اقتبسها وهذبها كمال الكاتب. مؤثرات صوتية وإخراج إيمان سليماني. إنتاج إذاعة تونس الثقافية، رمضان 2023. الراوي. حكايتنا اليوم زمنية على راجل صالح ما يعرف كان الخدمة والجامع والدار. راجل غني من أغنى أغنياء المدينة، تجارة وحوانت في السوق، وكان عنده وليد برك هو اللي خرج به من الدنيا. الوليد هذا بما أنه بوه غني ومتوفر له كل شيء اطلع دلول ومخذا من أخلاق بوه حتى شيء. كان ما يكبر في عينه حد، وكان ما يصاحب إلا أصحاب السوق، يخرج كان معاهم وعلى طول النهار يتسكع معاهم في شوارع المدينة، وما يعملوا كان اللي ما يلزموش يتعمل. كان عرضهم متعدي، يضربوه بالعظم على راسه ويهربوا. وحتى من البكمة ما سلمتش منهم. القطوس اللي يلقاوه يشدوه من ذيله ويبداو يدوروا فيه تقول مروحة، وهاك القطوس يحاتوا قبب، وكي يظهر لهم اللي يتعدى صغير ولا كبير يهزوه بمقص ويبداو يضحكوا. المسكين بوه أعمل كل شيء باش يرجعوا للطريق المستقيم والنافع ربي، كأنه ينقب في الماء كل يوم وهو ينصح فيه، فماش ما ربي يهديه. يا وليدي يجي نهار وربي يهز متاعه، راني مانيش دايملك. وقتها تو تعرف قداش الدنيا صعيبة، وقداش يلزمك تعمل على ذراعك وتخدم على روحك باش تضمن قوت يومك وتعيش بكرامتك. وكما يقول المثل: كلامك يا هذا في النافخات زمرا. هاك الوليد طايرة به فرس عمياء، ويشوف في روحه فوق الناس الكل وما كيف حد، قمة في النرجسية، وكلام بوه آخر حاجة يسمعها. هاك البو تقدمت به السن وحس روحه كبر، يوميا ما يخمم كان في ولده. كان يحضر يومي ونفارق هالدنيا، ولدي إلا ما يضيع، ونعرف اللي الفلوس اللي باش تجي في يده الكل باش يشندقها يمين ويسار لين توفى وتاكلوا الميزيريا. وزيدك أصحاب السوق اللي خالد فيهم ما همش مسيبينه. يا رب نور لي بصيرتي، كيفاش نعمل باش نمنع هالطفل؟ راني ما خرجت من الدنيا كان بيه. نهار وهو قاعد مهموم ويخمم، جاته فكرة هايلة. مشى شرى طرقة وزنزير وزبس وأدوات أخرى يستعملوها البناية. مشى بنى سقف مزيف في بيت نومه وخبى فيه نص ثروته الكل، ذهب ولويز وفلوس، ورشق في وسط هاك السقف اللي الكل زبس ثريا مزيانة تعمل الكيف. ادخلك الوليد للدار كالعادة والعوايد، غير الاستهتار والسيبة. شنو يا بابا؟ آية مبروك هالثريا، يظهر لي باش ترد لنا الدار متحف. أبوه غزر له وتحسر: يا وليدي هالثريا راني ركبت على خاطرك، موش باش نزين بيها بيتي ولا حتى باش نضوي بيها. بعد منام عيني يجيك نهار يا وليدي وتضربك الحيوت، وعارفك باش تضيع ثروتي الكل. مادامك ماشي على نفس هالطريق وقتها ما ينفعك حد، خصوصك هكا أصحاب السوق اللي تخلط لي فيهم ما تنفعك. كان هالثريا، ايه يا وليدي، ايه هالثريا اللي تضحك عليها هي المركب اللي باش ينجيك. الوليد يسمع في بوه باهت مش فاهم شيء. شنو هو بابا؟
وليت تحكي بالألغاز. يا أخي ثم ثريا تنجي مولاها. وبداك الوليد يحدث في روحه بالشوية. يظهر لي بابا كبر وبدا يضيع في البوصلة. مقعد بمخه في هالدار كان أنا. امشي يا زمان ويجا يا زمان. توفى أبوه بعد مرض، ويا رب يعطينا ويعطيكم الصحة والعافية، ويبعد علينا وعليكم جميع الأمراض والآفات. هاك الوليد حتى الدمعة ما هبطتش من عينه على أبوه، بعيد كل البعد كونه يحزن، بالعكس ما زال مكمل في نفس طريق الهملة والسيبة متاع العادة. وزايد باش نقولكم اللي الفلوس اللي خلاها أبوه اصرفها الكل على ملذات الحياة، وبالذات على كأصحاب السوق. الحسيلو عامين برك بعد وفاة والده افلس ومقعد فوقه كان حوايجه. ايش باش يعمل حتى حق ماكله ما عندوش. تفكرش وجاع، قال ما عادش فيها، يلزمني نبيع اللي في الدار الكل، ملا نقعد بلاش فلوس. لمها كالزرابي واثاث الدار وحتى الماعون. الدار خلى فيها كان الحيوت، وهبط بيع كل شيء في السوق. يا حسر على دربوه، كانت قصر على حاله، توا اسقف وقع. وفي بالكم شعمل؟ فلوس البيعة ما هو عاود صرفها الكل كالعادة على أصحاب السوق، وعاودت كلاته لحيوت. دار منا ايش مازال ينجم يبيع. قال نبيع الكلب اللي يعس في الجنينة. وما هو قصتنا الزمنية، الناس قبل كانت عندهم عبيد. قال نبيع زعفران ومسعود وفيروس. وهوني نفتحوا قوس صغير، احنا في تونس انهينا الرق نهار 23 جانفي 1846 بوثيقة رسمية اصدرها احمد باشا باي. تونس كانت من الدول السباقة في انهاء الرق. تحبوا تعرفوا شنو صار مع سي وخينا؟ ما لا تبعونا غدوة مع بقية الرواية.